تعالوا النهارده اوريكم ازاي تعملوا احلى واجمل صينيه لازانيا في البيت بطريقه حلوه جدا زي الكتاب ما بيقول بالظبط. هنعملها زي المطاعم الايطاليه، كل دقه من ايدي قال لي احلى واطعم اللي بتتقدم في المطاعم. النهارده هنعملها بطريقه حلوه جدا، هوريكم ازاي تطلع معاكم جوسي وتطلع معاكم خطيره، بس اهم حاجه ان انتوا تمشوا على كل الخطوات وهتطلع معاكم احلى لازانيا طعمها خطير. يلا بينا على طول نبدا في الطريقه وفي الوصفه. اول حاجه هنحضرها هي الرجوع او العصاج. هنا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، يعني كل صينيه لازانيا هتحتاج لنص كيلو من اللحمه المفرومه. هنضيف كمان مع اللحمه 3 حبات كده من البصل، يعني لو ممكن البصل لو عندكم كبير يبقى هنستخدم بصلايه في حجم كبير، او بصلتين متوسطين، او 3 بصلات صغننين زي اللي انا استخدمتهم. هزود كمان 3 حبايات كده من الجزر انا قشرته، وهنا كمان معايا السدنو او الكرفس. انا اخدت العيدان بس انا مش بستخدم الورق خالص، وقطعته قطع كده صغيره زي ما انتم شايفين، وقشرته زي ما بنقشر البطاطس بالظبط، عشان بيكون في زي خطوط رفيعه كده فبتبقى ظاهره في الرجوف، فهنحاول ان احنا نقشره كده زي ما انا وريتكم بالظبط. هنا انا هستخدم زيت زيتون، انا مش هستخدم ولا زبده ولا سمنه. زي ما انتوا عارفين المطبخ الايطالي ما بيشتغلش غير بزيت الزيتون وبس، لكن انتوا ممكن تشتغلوا عادي بزيت نباتي مفيش اي مشكله، عشان كمان اللحمه فيها دهون فهتنزل كل الدهون اللي فيها، فنحاول نخفف شويه من الدهون. التوابل اللي انا هستخدمها معايا مكعب من مرقه الدجاج، وهضيف ملح وفلفل بس مش اكتر من كده. عايزين تضيفوا اي بهارات تاني براحتكم مفيش اي مشكله. هاخد بقى كل مجموعة الخضار دي وهضربها في الكبة لغاية ما تتفرم معايا فرم ناعم خالص. انا محتاجة ان الخضار ده يتفرم فرم ناعم، يعني هناخدهم كده ونفرمهم في الكبة لغاية ما يتفرموا معاكم. وده شكل الخضار بعد ما فرمته في الكبة. احنا عايزين نوصل بيه ان هو يبقى مفروم بالشكل ده. طاسة بقى على النار، نزلت كده بكام معلقة من زيت الزيتون، وبعد كده نزلت بالخضار اللي احنا فرمناه. هنقلب بقى الخضار كده كويس مع الزيت، وهنسيبه كده على نار هادية شوية لغاية ما الخضار يبتدي ان هو يستوي. وبص تلاقوه ان هو خلاص يعني امتص كل السوائل اللي فيه، وابتدى ان هو الخضار يدبل بالشكل ده. وبعد كده نزلت باللحمة، نقلب بقى اللحمة كويس مع الخضار ونسيبهم بقى شوية كده على النار لغاية ما اللحمة والخضار ياخدوا كده من طعم بعض. واول بقى ما يبتدي خلاص ان اللحمة ان هي تبتدي ان هي تستوي، اول ما تلاقوا ان اللحمه كده خلاص ابتدت ان هي تستوي ومفيش اي سوائل خالص، وابتدت ان هي تنشف كده شويه، هنزل بقى بالتوابل. انا نزلت هنا بملح وفلفل، وكمان زودت مكعب من مرقه الدجاج. عايزين تزودوا بهارات تاني زي بهارات لحمه، او ممكن ربع معلقه كده من الاوريجانو، او ربع معلقه من الروزماري. يعني دي اضافات بقى اختياريه لو انتوا حابين، بس انا بكتفي بس بملح وفلفل ومكعب من مرقه الدجاج عشان كتر التوابل بتغير طعم اللحمه. هزود كمان 750 جرام من صلصه الطماطم اللي هي بتكون مركزه، لو عندكم يعني استخدموها، مش موجوده عندكم يبقى هتضيفوا حوالي كيلو كده من الطماطم الفريش. وبعد كده نزلت كمان بحوالي كوبايه كده من الميه، حطيتها في الازازه ورجيتها ونزلت بيها كمان مع اللحمه. لو هتستخدموا طماطم فريش وحسيتوا ان لونها يعني مش محمر كويس، ممكن كمان تزودوا معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم علشان تخلي معاكم الرجوع كده لونه احمر وحلو. وبعد كده بقى سبتها شوية كده على نار هادية، سبت كده العصاج على نار هادية. انا مش عايزاه ان يعني العصاج يكون ناشف، انا عايزاه فيه سوائل. اللازانيا بتبقى مختلفة شوية عن المكرونة بالبشاميل، فلازم نخليها كده فيها سوائل بالشكل دوت. وبعد كده هنبتدي بقى نحضر مع بعض صلصة البشاميل. هنا معايا معلقتين كبار كده نزلت بيهم من الزيت، عشان طبعا هضيف زبدة فالزبدة بتتحرق على طول، فهنستخدم معلقتين كبار كده من الزيت. وكل كيلو من الحليب او كل لتر من الحليب هنستخدم ليه 4 معالق كبار من الدقيق. فالخطوة دي لازم بقى نكون موطين النار خالص، وايدينا شغالة كده بالفروستة، ونقلب كويس لغاية ما تبص تلاقي ان لون الدقيق كده ابتدى ان هو يستوي. واهم حاجة ما يكونش فيه طعم دقيق ني خالص، يعني الخطوة دي هتاخد منكم دقيقتين. وبعد كده هننزل بقى بالحليب شوية بشوية. لو انتوا يعني شطار في الصوص البشاميل ممكن تنزلوا بالحليب يعني مرة واحدة، بس لو في اي حد بيخاف ان الصوص البشاميل يعني معاه كتتولات، فانتوا هتنزلوا بالحليب كده شوية بشوية ومع التقليب.
وبعد كده هضيف بقى البهارات. هنا معايا ملح وفلفل ومكعب مرق الدجاج، وكمان هزود رشة كده او ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، بيدي طعم حلو جدا للصوص البشاميل. يعني بشاميل ما ينفعش بصراحة من غير يعني ربع معلقة صغيرة كده من جوز الطيب، لو موجودة عندكم هتفرق بجد وهتدي ريحة خطيرة للصوص البشاميل. هنقلب بقى كده، وبعد كده كمان زودت نص علبة من الجبنة اللي هي الجبنة الكريمي اللي هي بدون ملح، او ممكن كمان تزودوا علبة قشطة، او ممكن كمان تضيفوا كريمة لبان. يعني دي كلها اوبشنات حسب انتوا بتحبوا ايه او حسب الموجود عندكم. اول بقى ما يبتدي ان الصوص ان هو يتقل حاجة بسيطة خالص، هيبتدي ننزله من على النار، عشان عايزة صوص البشاميل يكون فيه زي سوائل. هنا بقى الصينية اللي انا استخدمتها هكتب لكم مقاسها تحت الفيديو في صندوق الوصف. هنا خلاص البشاميل بقى جاهز. اهم حاجة بقى البشاميل معاكم يبقى فيه صوص كده، يبقى طري ما يكونش ناشف. وكمان الرجوع او العصاج بقى جاهز، يعني كل حاجة دلوقتي بقت جاهزة خلاص، ما فيش حاجة ناقصة غير ان احنا بقى نبتدي ان احنا نطبق بقى اللازانيا، طبقات اللازانيا. هنا بقى اول حاجة حطيت معلقة كبيرة كده اهوت او كوبشتين كده كبار في الاول، او في بداية الصينية كده في القاع، وبعد كده ضفت شريحتين كده من اللازانيا، وبعد كده نزلت بكمان معلقة او معلقتين من الرجوع او العصاج. اهم حاجة ان لازم اللحمة لازم تكون مغطية كويس جدا شرايح اللازانيا علشان ما تنشفش وتتحرق من الحروف. وبعد كده ضفت كمان معلقتين كده او كوبشتين كبار من الصوص البشاميل، ونجيب معلقة كده ونحاول ان احنا نوزع الصوص البشاميل. وضفت كمان حوالي كده كام معلقة من الجبنة، اي جبنة او اي نوع جبنة مبشورة موجودة عندكم. وزودت كمان شوية من الموتزاريلا. وهرجع اضيف بقى كده، نرجع تاني نكمل نفس يعني الخطوات اللي احنا ابتدينا بيها. شريحة كده من اللازانيا، شريحتين كده جنب بعض، وبعد كده هو العصاج. اهم حاجة بس ان احنا نغطي شرايح اللازانيا، نغطيها حلو كده بالعصاج. وبعد كده هننزل تاني بكوبشتين كبار كده من الصوص البشاميل، ونحاول برضو نوزع صوص البشاميل فوق اللحمة كده. نجيب معلقة ونوزعه كده كويس علشان يعني اللحمة تاخد برضو كده من طعم صوص البشاميل. وبعد كده هضيف برضو معلقة كده معلقتين من الجبنة البارميجان، زي ما قلت لكم اي نوع جبنة موجود عندكم، اي نوع جبنة مبشور. وبرضو شوية تاني برضو من الموتزاريلا، انا بصراحة من عشاق الموتزاريلا، فانا بحب ازود كده من الموتزاريلا. انتوا بقى ممكن دي اختياري لو انتوا حابين. هنا كمان انا يعني الكيس او الباك اللي انا استخدمته اللي هو من اللازانيا كان 250 جرام، وفات كمان شريحة. يعني لو حسيت ان الصينية طلعت كبيرة شوية وفي زي فراغات كده من النص، ممكن تقطعوا شريحة اللازانيا اللي اتبقت دي وتملوا بيها الفراغات. وبعد كده رجعت تاني حطيت شريحتين كده من اللازانيا، واخر حاجة بقى غطيتها بكمية الرجول اللي بقت معايا. يعني ناخد بقى كده شوية الرجول اللي بقوا نغطي بيهم بقى شريحتين اللازانيا اللي احنا حطيناهم في الاخر. وبعد كده برضو ضفت شوية جبنة. اهم حاجة بس وانتوا بتعملوا الرجو او العصاج ما تكتروش من الملح، علشان لو هتضيفوا جبنة بيكون فيها نسبة ملح، فنخلي بالنا. واخر حاجة بقى حطيتها شوية جبنة موتزاريلا كده، غرقتها كده شوية جبنة موتزاريلا على الوش. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200 أو 250. هي مش بتغيب في الفرن. وأهم حاجة عشان تتأكدوا بس إن شرايح اللازانيا استوت، بحرف سكينة كده هوت، لو لقيتوا إن هي شرايح اللازانيا خلاص استوت وبقت طرية معاكم، خلاص بتطلعوها. اول ما بتبتدي بقى ان هي تهدى كده نبتدي بقى نقطعها. بس هي بصراحه اللازانيا انا بحبها وبعشقها وهي سخنه كده، والموتزاريلا سايحه وبتمط. طبعا دي اذواق حسب ما انتوا عايزين تسيبوها لغايه ما تهدى كده، وابتدوا ان انتوا تقطعوها مربعات كده تكون مسكت نفسها، وتكون يعني القطعه كده ماسكه نفسها، او ممكن تاكلوها كده سايحه زي ما انا كده بحبها وباكلها بالطريقه دي. وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهارده بجد يكون عجبكم. جربوا اللازانيا بالطريقه دي، وانا متاكده بجد انها تطلع معاكم احلى لازانيا. وبالف هنا على كل هيجرب وصفه النهارده، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.